تصريح خطير من مانويل جوزيه يفاجئ الجميع بهذا التصريح بعد فوز الأهلي على بيراميدز. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. علق الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق على فوز الأهلي على بيراميدز، وأدلى ببعض التصريحات الصحفية نقلتها الإذاعة البرتغالية منذ قليل فاجأ بها الجميع في مصر. قال جوزيه: تابعت أمس مباراة الأهلي الحاسمة مع فريق بيراميدز، وكنت سعيد جدا بفوز الأهلي وقربه من تحقيق لقبنا المفضل في مصر. لكن هناك بعض الأمور حدثت في هذه المباراة، حدثت إثارة، وده أثار استيائي أنا ومن شاهد مع المباراة. لماذا كل هذا الضجيج ضد النادي الأهلي؟ ولماذا كل هذه المؤامرات ضد النادي الأهلي؟ مهما فعلتم الأهلي هو كبير القارة السمراء وهو زعيمها أيا كانت الظروف. إذا تحدثنا فنيا فالأهلي أفضل وأقوى من أي فريق في إفريقيا وفي مصر. فنصيحة لكل المنافسين: لا تلعب مع النادي الأهلي خارج الملعب، لأنه بارع في هذا ومن السهل أن يقسو عليك في الملعب وخارجه. الأهلي ليس لديه منافس في مصر، المنافس الوحيد هو الزمالك، ولكنه بعيد جدا ومنافس شرفي ليس له أرقام بحجم أرقام النادي الأهلي المصري. أنا بقول لجماهير النادي الأهلي: كونوا سعداء دائما وأبدا بفريقكم، لأنه قادر إن هو يسعدكم. هذا الكيان العظيم اللي مش هيقف في قصاده أي صعوبات. النادي الذي أنتمي ليه وأشجعه دائما وأتابع كل أخباره وكل مبارياته. وعندما أيضا شاهدت المباراة مفيش أي ركلة جزاء خاصة ببيراميدز كما علق البعض وقالوا إن الأهلي بيكسب ظلم وإنه لا يستحق الفوز. لا، الأهلي عمل مباراة جيدة جدا جدا وأدارها بشكل تقني كبير. وأنا بقول لمارسيل كولر إن الخطوات اللي بيمشيها حاليا مع الأهلي خطوات ثابتة نحو النجاح. فهو طبعا للمباراة ال15 على التوالي بيفوز، وده في حد ذاته بيرفع من الروح المعنوية الخاصة بالمدرب وأيضا باللاعبين. وتعليقي على الشيبي واللي عمله مع حسين الشحات: دي ليست أخلاق أبدا كرة القدم. مهما كان ومهما يكن المنافسة بتكون في الملعب على قدر فقط الإمكانيات اللي موجودة في الملعب، لكن إنك تتعمد إيذاء صديق لك داخل الملعب دي لازم يتم تنفيذ عقوبة قوية جدا عليه. وده العرف بتاع كرة القدم. الرياضة أخلاق وأخلاق للجميع وليست عنف كما يتصورها البعض.